أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. لا زالت قضية الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل في سجن فلوري بباريس محط للغموض والتساؤلات. فمنذ اعتقاله أكتوبر الماضي وبعد مرور أيام قليلة، بدأت تتضح ملامح المؤامرة التي تعرض لها من طرف عصابة لترويج الكوكايين والدعارة يترأسها إفريقي الأصل ملقب بهيرمان، ويعتبر من أكبر تجار المخدرات في باريس. وهو نفس الشخص الذي تعمل لديه لورا بريولا التي تتهم سعد لمجرد باغتصابها كمرافق للزبائن، إلى جانب كل من نديج، لوري وزاهية المتورطات أيضا في القضية. كما ارتبط اسم جزائري يدعى ماريز من بين المتورطين، وقد اتضح أنه صديق هيرمان ويعمل في نفس العصابة كموزع للكوكايين، حيث ظهرت في العديد من الصور رفقة سعد لمجرد ليلة الحادثة، وكذلك رفقة الفتيات اللائي تم ذكرهن سابقا. وهو نفس الشخص الذي قام بالتقاط صورة لحظة اعتقال سعد لمجرد. ومن ناحية أخرى، الأمر الذي جعل الصحافة العالمية والفرنسية نفسها تطرح عدة تساؤلات عن السبب الذي جعل القضاء الفرنسي العادل والنزيه كما يسميه الجميع يرجح كفة الفتاة الفرنسية، وخصوصا قاضي الحريات الذي رفض بشكل قطعي تمتيع سعد لمجرد بالسراح المؤقت رغم الضمانات المهمة المقدمة للمحكمة من طرف السفارة المغربية، كما قال الموقع الفرنسي ميديا بارت. وأوضح الموقع ذاته بأن لمجرد تم وضعه في السجن دون وجود أدلة ملموسة تؤكد التهم الموجهة إليه، مضيفا أنه من غير المعقول بقاؤه في السجن دون أن تظهر حقيقة المزاعم التي أدلت بها الفتاة، وأن المثير في القضية هو عدم وجود وسيلة قد تسمح لهيئة دفاعه بنفي هذه التهم، وما عليهم سوى انتظار قرار الفتاة الفرنسية لحضور إحدى الجلسات، والتي لا زالت تتماطل هي ومحاميها بشواهد طبية مزيفة. ما علينا نحن أيضا سوى الانتظار والدعاء حتى يعود الغالي سعد لمجرد لعائلته وجمهوره الذي طال انتظاره. يا الغالي توحشناك والشوق وعر صعيب، مدة هادي ما شفناك منويناك تغيب، من يوم مشيت علينا الحب صار غريب، واش سخيتي بينا ولا درنا فيك العيب. يا الغالي توحشناك والشوق وعر صعيب، مدة هادي ما شفناك منويناك تغيب، من يوم مشيت علينا الحب صار غريب، واش سخيتي بينا ولا درنا فيك العيب. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب، فيسبوك وتويتر.